ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. معنى قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي وزنا نافعا يعود عليهم بنعيم أو تخفيف العذاب. ما الصراط لغة واصطلاحا؟ وهل من يدخل الجنة بغير حساب يسير أيضا على الصراط؟ وما قول المعتزلة في حقيقة الصراط؟ الصراط لغة الطريق الواضح الصحيح، واصطلاحا هو جسر ممدود على متن جهنم ترده جميع الخلائق ما عدا طائفة من الكفار يعجل بإلقائهم في جهنم من الموقف مباشرة. نعم، من يدخل الجنة بغير حساب يسير أيضا على الصراط. قول المعتزلة في حقيقة الصراط: صرفوا لفظ الصراط عن ظاهره فلم يعترفوا بالصراط على حقيقته المشهورة، وقد اشتبه الأمر عليهم فظنوا أن هناك تعارضا في أوصاف الصراط باعتبار الضيق والاتساع، وقالوا في تأويلهم المراد به الأدلة، أي المراد بالصراط الأدلة الواضحة، فليس هناك صراط حقيقي ممدود على متن جهنم يمر عليه الناس. ما الحوض وأين مكانه؟ الحوض هو جسم مخصوص كبير متسع الجوانب يكون على الأرض المبدلة. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ما حكم الإيمان بالعرش والكرسي والقلم؟ وما المقصود بالكرسي؟ القلم اللوح المحفوظ. حكم الإيمان بالعرش والكرسي والقلم واجب، فيجب على المكلف الإيمان بهذه الأمور كغيرها من الأمور السمعية الثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة. الكرسي هو جسم عظيم نوراني تحت العرش فوق السماء السابعة. الدليل عليه قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أما القلم فهو جسم عظيم نوراني خلقه الله تعالى وأمره أن يكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. الدليل عليه ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة ما يدل عليه، كما في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. اللوح المحفوظ هو جسم كتب فيه القلم بإذن الله تعالى ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. دليله قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما تعريف الجنة في اللغة والاصطلاح؟ وما درجات الجنة؟ الجنة لغة البستان، واصطلاحا دار الثواب التي أعدها الله تعالى للمؤمنين لتكون دار إقامة خالدة مؤبدة معدة للسعداء الذين فارقوا الدنيا على الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها. أما درجات الجنة فالجنة درجات بعضها فوق بعض. جنة الفردوس وهي أفضل درجات الجنة وأعلاها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها. ثم جنة عدن، ثم جنة الخلد، ثم جنة النعيم، ثم جنة المأوى، ثم دار السلام، ثم دار الجلال، وكلها متصلة بمقام الوسيلة والدرجة الرفيعة لينعم أهل الجنة جميعا بمشاهدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بالكليات الخمس ولما سميت بذلك؟ الكليات الخمس هي الدين والنفس والمال والنسب والعقل والعرض. سميت كليات لأنه يتفرع عليها أحكام كثيرة، ولأنها وجبت في كل ملة من الملل.
ما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ وما حكم منكره ولماذا؟ وما حكم من أنكر شيئا أجمع عليه إجماعا قطعيا؟ المعلوم من الدين بالضرورة وما يعلمه خواص المسلمين وعوامهم، وذلك كوجوب الصلاة وحرمة الزنا. حكم من أنكر المعلوم من الدين بالضرورة كافر، لأن في جحوده تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد إقامة الحجة عليه. حكم من أنكر شيئا أجمع عليه إجماعا قطعيا قيل يكفر. ما النميمة وما حكمها وما الذي يلزم الإنسان إذا حملت إليه نميمة؟ النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم. تعريفها عند الإمام النووي هي إفشاء السر وهتك العرض. حرم الشارع النميمة لما يترتب عليها من فساد. دليل حرمتها قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. قال الإمام النووي: الذي يلزم الإنسان إذا حملت إليه نميمة 6 أمور، هي: ألا يصدق النمام، أن ينهاه عن ذلك، أن يبغضه، ألا يظن بالمنقول عنه السوء، ألا يحمله ما حكي له على التجسس، ألا يحكي النميمة عنه كأن يقول فلان حكى لي كذا. إلى هنا أعزائي المشاهدين أبنائي وبنات الطلاب تنتهي هذه الحلقة من مراجعة مادة التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأبنائنا وبناتنا امتحاناتهم، وأن يوفقهم جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. وأوصي أبنائي وبنات الطلاب بتقوى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين، لأن التقوى هي الوسيلة إلى النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا ويعينكم، وأن يوفقنا ويوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.